مني ومليت. بعد يومين على اختفائه عثر ذووه على جثته في منطقة شارع فلسطين. أشاد كرار نوشي والذي انتمى حديثا للوسط الفني ضمن الاختصاص المسرحي في كلية الفنون الجميلة استفاق أهله وسكان منطقته الحسينية شرقي بغداد على وقع صدمة وهم يتلقون نبأ تصفيته. هو أنا أبوه قتل ابني اخو ابني القتل ابني وما له عداوه والله بغير ياخذ طريقه ويجي بطريقه الله الحد ما عندنا عداوه واحد كل واحد والله هاي جيراننا يشدوه. سمعتوا الخبر؟ ايه بالليل الساعه 12. كرار احكي لي على كرار. اختي اختي ما عندها أبي أكرر. عائلة كرار تتحدث عن وسائل تعذيب وحشية بدت ظاهرة على جثته التي تسلموها من الطب العدلي، فيما توعدت وزارة الداخلية الجنات بالملاحقة مهما كانت هويتهم. اي مذبوب في الزبالة لقوه. اي وجوا لاهله ما يدرون به، اهله اجوا لاهله على الفيس منشور. لا اي اثار تعذيب. معذبينه دي يعني مشلعينها رقبته مكسرين يديه الاظافر مشلعه ومن انا بيه هم طلقه براسه من ورا ومن انا شان مال سلسله. هناك اهتمام وتوجيه بموضوع التحري والتحقيق عن ملابسات هذا الحادث ومعرفة كل الظروف والتوصل إلى الجنات. هنالك عمل من خلال شرطة بغداد ويعني شرطة بغداد نتكلم وكذلك كوكالة شرطة وتوجيه من قبل السيد وزير الداخلية وكذلك أيضا من قبل قيادة عمليات بغداد وإن شاء الله نصل إلى النتائج. رحل كرار وبقيت هذه العبارة: مأساة الطفولة في العراق التي تتذيل إحدى لوحاته الفنية في غرفته المتواضعة. الأوساط الثقافية والفنية شددت على ضرورة حمايتها، خصوصا وأن أغلبهم صار يتجنب الأعمال الفنية المعالجة لحالة المجتمع. من الحسينية شرقي بغداد، خطاب عادل، الشرقي نيوز. مقتل الفنان والشاب والاخ والصديق والغالي علينا وعلى قلبنا كرار نوشي. كرار نوشي شاب طيب القلب. نعم. كرار نوشي ما عدت حياته نمله. كرار نوشي في احد الاحيان شفت متنبي من الصبح. سالته قلت له: ها اخويا كرار شو اليوم ربش؟ قال لي: متنبي هو الحياة، متنبي هو الناس، أنا حد الناس. هذا كلامه. هو ماشي اللي أثر عليه واللي خلى هذا أو الذنب اللي خلاني ينقتل إنه هو طيب، هو طيب القلب، إنه هو ما عنده أذية للبشر. واللي احنا نشوف الأغلب اللي عندهم أذية للبشر هم نشوفهم يعلون فوق للأسف. طيب محمد، احنا خلينا نحكي يعني حتى لا تكرر مثل هكذا امور، يعني هو راح لكن حتى يكون درس يعني هسه الناس كل واحد شارك بتعليق، بنشر منشور، بالتحدث عنه، حتى لو سولف هو وصديقه هو شارك بقتل كرار حتى لو كان بطريقه غير مباشره. كرار من انتشرت صوره على مواقع التواصل، كل واحد ظل يحكي بشكل، يعني هو عنده مسرحيه وعنده غير عالم ثاني والناس اخذته غير ما اخذ عليها الظاهر. للاسف احنا يعني كمجتمع عراقي مجرد ناخذ احنا راس الخيط بعد ما ندور بالتفاصيل، لا المهم نحكي على واحد، ما عندنا غير شغل وعمل، يعني هذا من الفراغ للاسف. شنو كانت ردة فعله من شاف صوره بدات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبدت الناس تحكي والتعليقات وهو في غنى عن هذه القضيه؟ هل هم وصلت يعني هذا اول شيء، ثاني شيء هل وصلت له تهديدات؟ يعني هو لو يعني انتم تفاجئتوا بالقضيه؟ احنا تفاجئنا مفاجأة يعني كلش كبيرة بالقضية، يعني شيء ما متصورينه. يعني انا البارحة كنت قاعد اقلب بالفيسبوك واباوع لقيت منشور مقتل الفنان كرار نوشي
لكن هذا الشيء يعني شلون اخابر عليه ما حصله. زين وصلت البيت، رحت للبيت قلت له كان النظر هو مفقود، ماكو جهاز مغلق، ولاقينا بالليل الساعه تقريبا 10 11 بالليل لاقين جثه بشاطئ. اجتماعي اول ما بدا يشوف الصوره على انه هو ملك جبال العراق، ملك العراق، ومن هذه المسميات. نعم. ما كانش مشارك بمهرجان كمصور، مدعين كمصور بهذا المهرجان، طلعت باحدى المقاطع الفيديو طلع هو بيه، لكن كمصور ما كان مشارك كاي لقب. فانتشرت هذه الصور بعد ما انتشارها، وبعد ما عرفت بانتشارها نشر منشور تبرئه تاما هو مشارك بمهرجانات. بعد فتره قامت تجي اتصالات تهديديه من ارقام مجهوله. طيب كانوا يهددون به. طيب ليش ما حاول يلجأ يعني يروح يشتكي على هذه الارقام، يقدم دعوه حتى لحمايته، لايصال، لو هو سكت على القضيه ما اخذها على محمل الجد، انتم ليش ما حكيتوا وياه؟ طالما وصل تهديد على محمل الجد، ما اخذ القضيه على محمل الجد. طيب. وبالرغم من ذلك انه ما ادري كوكب الامور سويت كبيره واكثر، انما قال اللي يريد الله يصير. للاسف انه كان هذا اللي الواقع اللي صار قتل اخونا الصغير مثلا، يعني شيء كلش صعب علينا، صعب انه نشوف شاب طموح اراد امنيته بالحياه انه يقدم شيء لهذا البلد، راد يقدم رساله من خلال موهبته لهذا للشعب ويوحد هذا البلد. طيب. لكن للاسف ايادي الغدر طالتها والحقد. معروف. محمد انت اقرب يعني للحادثه، هل هناك تحقيق فتح؟ يعني هل هناك اصابع اتهام؟ اكو وصلوا الى خيوط لهذه العصابه لمن قتله؟ لازم اكو كاميرات مراقبه؟ هو هل خطف وبعدين قتل؟ لو قتل مباشره امام الناس؟ يعني هذه كلها يعني تساهم على الاقل انه نوصلها رساله للجهات المعنيه انه للايصال او حتى يوصلون للقاتل، لان ما يبقى هكذا الموضوع، والا كل واحد يعني اذا واحد شويه مطول شعره، هذه قضايا شخصيه حتى لو الواحد كان مخطئ. يعني احنا البلد مليان ناس مخطئين، لكن انا ما اعالج الخطا بخطا اكبر، المفروض تكون هناك جهات توعيه، يعني اكو امور، اكو مجريات، مو واحد يقتل انت تعالج الخطا، انت القاتل من يقول انت كامل مكمل، ومو بهذه الطريقه البشعه. حتى انتشار صوره وهو مقتول ايضا موضوع بحث آخر، يعني نتمنى من الناس أيضا ما تنشر مثل هكذا أمور للميت إلى حرمة. ما أعرف هل هناك تفاصيل، أكو شيء وصلوا له أهله، ناسه، أنتم أصدقائه، هو تارك فد رسالة معينة؟ يعني ما أعرف، عندكم شيء عن القضية؟ حسب معلوماتي اللي وصلت من خلال أهله ومن خلال أقاربه، إنه القضية توجه ضد مجهول كأي قضية أخرى. وهو خطف وتعذب، تأذى وصاب كسر بالايد وكسر بالاضلاع وشنق، وتم اطلاق رصاص نار على راسه. شنق ايضا يعني. طيب شنق نعم. طيب نعم. سيم او ما شابه ذلك. هاي كلها موجوده يعني اثار التعذيب. طيب اثار التعذيب موجوده. طيب استلموا اهل الجثه؟ لانه احنا سمعنا ايضا انه مدير الطب العدلي، ما اعرف الاداره خلص دوامها وما قبلت تسلم الجثه، تركوها اليوم اخر، لو خلص تم تسليم الجثه انتهى. نعم صراحه كان دوامها والتحقيقات وما شابه من ذلك، تعرفون انتم روتين الدوله شلون صعب. نعم. فتاخر الوقت ما قبل يسلمون الجثه حتى تسليم، صعب الكلام داخل المستشفى. نعم. احنا نشكرك محمد، وشكرا لانه قدرت تحكي، نعرف انه القضيه مو سهله ابدا، ونتمنى انه يكون هناك دور للجهات المعنيه بهذه القضيه، باخلاقه، بتعاونه، بثقافته، بوعيه ما بين كل اصدقائه بالمعهد وحتى خارج المعهد. كرار طول شعره لانه عنده مسرحيه وعنده دور بها انه لازم يطول شعره، وبالتالي انه صار لفتره طويله يتعب ويعتني بشعره حتى يوصل لهذه المرحله، لكن انه بعض الجهات اللي المجهوله واللي ما عندهم رحمه ولا عندهم انتماء للانسانيه بكل صله قاموا بخطفه وقتل
قتله وتعذيبه وانسبوه على انه هو من مثلي الجنس، وان كان من مثلي الجنس فانتم ما لكم حق ان تقتلونه، لانه اللي نفذوا هم ما انظف ولا انه احسن من الشخص اللي محسوب على جماعه المثليين. هذا الموضوع يراد انه تكون له وقفه جاده من قبل كل الجهات المعنيه وعلى راسهم رئاسه الوزراء، لانه بغداد اصبحت فوضى بظل غياب الدور الرقابي من قبل الجهات الامنيه. صح انه اكو سيطرات، صح انه اكو مفارس، لكن انه عمليه القتل والاختطاف موجوده في بغداد. موضوع ثاني اللي هو موضوع الوسائل، سبب رئيسي من اسباب قتل الشاب المغدور كرار نوشي في بغداد. ليش؟ لانه والله انتشرت صورته بمواقع التواصل الاجتماعي، هو شعره طويل ومعتني به. ليش؟ لانه عنده اداء دور في احدى المسرحيات اللي قاموا بكتابتها وتمثيلها مجموعه من طلاب معهد الفنون الجميله، وحسبوه انه قالوا هذا كرار ما دام انه طول شعره فهو معناها انه من مثلي الجنس. هذا الفكر الخاطئ اللي دائما ما نتخذه على ناس ما نعرف شنو خلفيتهم ولا مضمونهم ولا انه شنو اصولهم، نجيب ونشوه بسمعتهم حال بقيه الناس اللي انقتلوا بسبب انتشار بعض الشائعات المغرضه عليهم بمواقع التواصل الاجتماعي. واحنا نتمنى اليوم انه يكون اكو حد لهذه الظاهره واكو اهتمام من قبل الجهات المعنيه بموضوع مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا نسي للناس ما نعرفهم ولا نعرف اي شيء عن خلفيتهم الثقافيه. بمنطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد. وكان كرار مرشحا لملك جمال العراق، وعرف عنه اهتمامه بالأزياء وارتياده المستمر لشارع المتنبي الثقافي ونشاطاته على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن كرار تلقى تهديدات بالقتل في أوقات سابقة بسبب ارتدائه ملابس ضيقة وطرقه في قصات شعره. وقد بدت على جثة الشاب كرار آثار تعذيب وطعنات بسكاكين، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل والشباب، وعدوه خنقا للحريات العامة. يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى العثور على جثث مجهولة الهوية تقضى خنقا أو رميا بالرصاص.